الرسالة ابن عباد هو يقلبها ويكتب عليها: والله ان ما رجعت اني برسل لك مروحة من دولة المرابطين حقنا المغرب دواهي. قرا الرسالة الفونس وهي تفتح لي عنده، قال لي: ولد هذا يقول بلاد دولة المرابطين ذولك مجنن يرجون الارض رج. قال لي بجنبي: يا ولد انت ايش تبي بتمسح معه؟ قال لي: ولد ندري. انسحبنا انسحاب. يوم شافهم ابن عباد انسحبوا، هو بس من طاري دولة المرابطين انسحبوا. قال لي: ولد احنا لقينا درب عليه، لقينا درب على الطاغي هذا عرفنا له. وابن عباد يسوي اجتماع مع 22 دولة وحكامهم، قال: اسمعوا هذا العلم اللي صار، وش رايكم نعلم دولة المرابطين صدق، نعلمهم ونخليهم يجون هنا يفزعونا. قال واحد من الجالسين: طيب وش يضمن لنا اذا دولة المرابطين فازت انها ما تقعد في الاندلس؟ يمكن تقعد ويخلونا نرعى اباعرهم اللي دايم. قال ابن عباد: والله اني لو ارعى البل في صحراء المغرب اني خير من اني ارعى الخنازير في اوروبا. هو يقوم المتوكل ابن الافطس خوينا الاول قالوا: بنعم الراي والله. ويقوم الملك عبد الله بن بلقين قال: والله ونعم الراي صدق. اقدم اقدم يا ابن عباد، حنا معك، بس اقدم وعلم دولة المرابطين خلهم يجون هنا يفزعون.